السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيوة قربت تخلص يا جماعة، اللي ما راحش سيوة يلحق يروح سيوة. سيوة ايه سيوة ده يا جماعة؟ سيوة يا جماعة مركز تبع محافظة مرسى مطروح، بها جبل جميل. الجبل ده التربة بتاعته لها خصائص علاجية رهيبة. سيوة فيها فايدتين، كل الناس تسمع عن سيوة ان في ناس بتروح تدفن نفسها في الرمال وتستفيد من الفوائد بتاع الدفن ده. ايه هي فوائد الدفن؟ يعني واحد هيدفن نفسه بالرملة، ايه الفكرة؟ ما انا ادخل ساونا، طب ما انا ممكن ادفن نفسي في الجيزة، في اي حتة فيها رملة احفر وانزل وخلاص. وهنا يكمن الفرق. الفرق يا جماعة في سيوة حاجتين. اولا بغض النظر بقى عن ان هناك في حاجه اسمها بحيرات مالحه، وانك انت ممكن تغطس في الميه شويه، الميه اللي احنا كلنا بنسمع ان هي ما حدش بيغرق فيها، وفي ابار ميه كبريتيه فيها كبريت. لا خلينا نتكلم في الردم. الردم فيه فايدتين. الفايده الاولى اولا انك انت بتعالج نفسك بالحراره، ومش اي حراره. العلاج بالحراره وده اسمه العلاج بالضد، بمعنى معظم امراضنا امراض بروده وامراض رطوبه، يعني في رطوبه في جسمنا وفي بروده في جسمنا. اغلب الامراض مشاكل نساء، مشاكل رجال، مشاكل عظام، كل المشاكل، الدوالي، امراض الكبد، الخمول، الكسل، عدم الطاقه، الضعف الجنسي للرجال، الضعف الانجاب. اغلب الامراض اللي كلنا بنمر بيها اصلها امراض بروده. لما تستخدم الاشياء الحاره بتخرج البروده والرطوبه من جسمك وتدخل بدلها حراره، بتزود حاجه اسمها الحراره الغريزيه جوه الخلايا، اللي هي الحراره الطبيعيه المسؤوله عن النشاط وعن قوه الدماء وعن حاجات كتيره جدا جسمك محتاجها. الرمله اللي في الجبل ده بتخرج الرطوبه، عايز اقول لكم من العظم، بتخرجها من عمق البدن، من اعماق يعني بتجيب جدرها. تاني حاجه في الجبل ده وده ميزته المهمه، ان التربه نفسها لها خصائص علاجيه. التربه نفسها فيها شيء غريب، هل شيء طاقي، هل حاجه معينه، المهم ان التربه نفسها دي لها فعلا تاثير علاجي. اغلب الناس اللي خدناهم دوالي الخصيه بقوا تمام، دوالي الساقين بقوا تمام، مشاكل العظام بقوا تمام، في مشاكل كتيره جدا جدا الناس بتمر بيها بقوا تمام. في ناس ممكن تخف اول سنه، وفي ناس تخف من تاني سنه، وناس من تالت سنه، بس اللي بحكي عنهم دول امراض مستعصيه. طيب التفاصيل ايه؟ التفاصيل بكل بساطه انت بتركب مع نفسك وتروح مع نفسك. اول حاجه بتحجز من موقف الترجمان وبتركب اي حاجه بقى ايه رايحه سيوه، بتشوف ايه اللي بيروح هناك وبتروح. عايز تحجز طيران احجز طيران، يعني اتوبيسات احجز اتوبيسات زي ما تحب. لو هتكلم بالشكل البسيط خالص اللي هو متاح لكل الناس، هتركب حضرتك اتوبيس بياخد تقريبا 10 ساعات من بالليل للصبح، على ما تسمع لك فيلمين كده في الاتوبيس بتاعك حضرتك هتوصل الصبح تلاقي نفسك في سيوه. اول ما بتنزل اهل سيوه هناك بيبقوا عارفين ان النهارده في اتوبيس جاي من القاهره والناس جايه، وعارفين ان محدش هيروح سيوه غير الناس اللي رايحه تتردم. يعني لو في 100 واحد هتلاقوا في منهم واحد رايح سيوه وال99 رايحين ردم. لذلك مشايخ سيوه بيكون كل شيخ جايب عنده عربيات ربع نقل، يعني جايب عربيات وقاعدين في الموقف وبيستنى الناس اللي جايه من الاتوبيس، وكل واحد بينده. انا بحكي لكم المنظر، شيخ سلمان، شيخ عويس، شيخ محمد، شيخ سيد، انت اركب عند اي شيخ مش هتفرق، هم كلهم عيال عم بعض، وكل واحد عنده بيت، والبيت هناك مش بيت 100 متر ولا بيت ايراد، ده البيت هناك ممكن تلاقي مثلا ايه عامل حوش كبير كده على فدانين، وعامل بقى استراحات وحاجات زي كده وغرف واوض، مبنى كده تحس انه عامل زي المدرسه. احيانا كل واحد ليه حكايه، يعني كل واحد مقسم المكان بطريقته. المهم ان في كل مكان بقى تلاقي فيه سراير واوض وبتاع، وفي مكان للسيدات لوحدهم ومكان للرجال لوحدهم، لكن الجميع بيلتقوا مع بعض. يعني بعد الردم بعد المغرب كده، يعني انت بتردم وبتيجي كل الناس بتبدا تتجمع بالليل، يعني كل واحد في حاله كده وقعده لطيفه. لو في مجموعات في ناس عارفه بعضها بتتكلم مع بعض، محدش عارف حد، بس كاننا قاعدين في جنينه كلنا كده ايه، كل فريق كده لوحده، والقعده لذيذه وهاديه وجميله وكده يعني. وكله بقى بيبقى ايه يعني ردم نفسه وقعد اخر النهار فاصل كده، يعني ايه بقى تحس انه خارج يعني فتره نقاهه، خارج من عنايه. الردم فظيع اصلا، الناس بتنهار. الاسعار متوسطه تقريبا هتلاقوها ايه 600 700 جنيه في اليوم، وانت حضرتك هتروح من يا 3 ايام يا 5 ايام. الافضل 5 ايام، ولو قعدت 3 مش مشكله، بس اللي هيروح 3 ايام يعمل حسابه انه من اول يوم يقعد في الخيمه فتره طويله. ايه هي الخيمه دي؟ هقول لكم. انت لما بتدفن نفسك في الرمله، انت الاول اليوم بيتم كالاتي: الناس بتصحى الساعه يعني بتاع 9 10 تتمقطع كده حضرتك
اول يوم بتكون جاي من السفر حضرتك بتوصل عندهم على الساعه 11 12 الظهر. اول ما بتدخل هناك بيقدموا لك شاي لذيذ وبتاخد فطارك، بتفطر هم هناك بيفطروك، وبعد كده بتلاقي العربيات تقول لك ايه يلا الردم الجبل الجبل الجبل. العربيات بتيجي بتاخد الناس على الجبل، بتروح الجبل هناك بتلاقي كل الناس ما تعرفش بعضها هناك عموما، وفي حاله كده من الود لذيذه جدا. والمثل بيقول لك ايه ارميه في البحر ليتعلم العوم. فبتلاقي حضرتك بيرموك في الحفره، خلاص انت كده دخلت المعمعه، بقت خبير بقى في اللحظه دي بقى. دلوقتي تنزل الحفره حضرتك، وبعد ما تنزل الحفره الواد بيقعد يحط عليك رمله كده ويقعد ايه يدك على جسمك كده، يقف على جسمك، يقف عليك بالرمله، بيدكك، بيديك حراره زياده انت مش ناقص وبيديك زياده. وبعد كده بيبدا يشيل الرمله من على جسمك ويديك رمله سخنه من اللي حواليك، لان حضرتك اول ما بتنزل الرمله العرق بيطلع من جسمك زي المصفى كده بتلاقي نفسك بتشر عرق، فانت في دقيقه واحده بتعمل طينه حواليك من كتر الميه اللي نزلت من جسمك. ده اول حاجه، بس ده كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هو عايز يأهل جسمك، بيعمل لك ايه يعني تأهيل للخيمه. العلاج في الخيمه مش في الردم. وطبعا الحريم معاهم حريم بيروحوا في وقت غير وقت الرجال، دول في وقت لوحدهم، ودول وقت، ودول منطقه ودول منطقه، تمام، ودول معاهم سيدات ودول معاهم رجال. بتخرج من الخيمه بيغطيك ببطانيه كده، لانك انت بتبقى خارج من جوه سخن، في الهواء بتاع الصحراء بتاع الجبل ده ساقع عليك بيتعبك، فلذلك بيغطيك ببطانيه وانت خارج بتتغطى. كل واحد له حفره وله خيمه. الخيمه عباره عن خيمه منصوبه، خيمه مقفوله ما فيهاش نفس، تخش جوه، اللي يدخل الخيمه يظبط نفسه ما يخرجش قبل نص ساعه. فالناس اللي رايحه تقعد 3 ايام، ما يعني انت عارف نفسك هم 3 ايام، يعني علاجك هيبقى ساعه ونص، فما يعني عايز تقعد بقى من نص ساعه لساعه. بس لو لقيت نفسك تعبت قوي، تعبان لا ما تروحش. اللي عنده امراض القلب، عنده مشاكل في القلب يا جماعه، ما يروحش، عنده مشاكل في ضربات القلب والكلام ده وبيتعب، بص لما يروحش. او لو حتى راح بالهادي ليه نفسه هيتعب، ده هيقعد له بقى 5 ايام او اسبوع، يعني ما يتقلش على نفسه، ياخد الفايده بس هيلاقي نفسه مثلا ايه هيتعب، ما يتقلش ما يضغطش. اعملوها زي مواد جيم هامبل كده يا جماعه، يعني اول ما بنلاقي اعراض التنظيف ظهرت بنخف او نوقف، فاهمين؟ طيب بس برضه ايه ما يحرمش نفسه، يعني هو الموضوع لذيذ. اللي هيقعد 5 ايام يظبط نفسه، ان مثلا عادي ايه ممكن اول يوم يقعد ربع ساعه، ده لو تعبان يعني او ما قدرش، انما قادر يقعد ساعه يقعد. انا على نفسي انا اول يوم قعدت في الخيمه، دخلت الخيمه قعدت بتاع تقريبا ساعه وربع، فطلعت بره ببص في الساعه لقيت الوقت اللي عدى 3 دقائق، يعني 3 دقائق جوه عدوا عليا كانهم يعني سنه ضوئيه. قالوا انت طلعت ليه؟ اللي بره بقى، اللي بره واقفين بره، انت ايه اللي طلعك؟ انت لسه داخل. يعني انا في اللحظه دي تجربه لذيذه، حتى لو هنروح حمر كل سنتين يا جماعه، مهمه جدا جدا، بتعمل اعاده تاهيل لجسمك، اعاده تاهيل جيده جدا، ممتازه محترمه جدا جدا. اتمنى الكل يروح رحله علاجيه موفقه. شكرا لكل شيء على الاخر، اتمنى لكم حياه سعيده، اشوفكم على خير، حلقه جديده ان شاء الله، السلام عليكم.